بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا متابعيني وحبايبي اللي مشرفيني. لو انت كمان أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة، تحطي لي لايك جميل كده منك وكومنت حلو، أكون مبسوطة جدا وشاكرة لحضرتك. تعالوا بقى النهاردة اقول لكم على اسراري في المحشي بتاعي. بيبقى مختلف، طعمه مختلف، والشكل والفلفله بتاعته. تعال اقول لك بقى على سرين اتنين هيطلع معاكي المحشي متميز جدا. اول حاجه جهزنا التسبيكه بتاعت المحشي عباره عن بصل وطماطم وسبتهم يتسبكوا، وبعد كده شلت منهم معلقتين صلصه، وبعد كده نزلت بالتوابل ملح وكمون وكزبره وفلفل اسمر وشويه شطه حمراء، ونزلت بكبشه من الخضار بتاعي. الخضره ايه هي الخضره اللي انت بتحطيها؟ بحط شبت، كزبره، وبقدونس. حلو الكلام، حلو الكلام. بتفرق بقى الكبشه اللي انت حطيتيها دي، تاخد غلوه كده مع التسبيكه، بتفرق كتير جدا، بتعزز معاك الطعم بتاع الصلصه قوي. تحطيها وتسيبيها تكتك كده تكتكه واحده لحد ما تكوني مجهزه الرز بتاعك غسلاه ومصفياه من ميته، وبعد كده انزل بالرز بتاعي على الخلطه بتاعتي الجميله. ده كده اول سر. ده كده يعتبر تاني سر بعد ما شلت معلقتين الصلصه. بما يرضي الله بقول لكم على اسراري وتكاتي في طريقه عمايل المحشي. حلو الكلام لحد كده، حلو الكلام، هيفرق معاكي كتير جدا. بعد كده بقى، بعد ما قلبنا الخلطة الجميلة بتاعتنا دي، هجيب كده شوية من الزيت واحطهم. طب انا عاملة المحشي بتاع التسبيكة بالزيت او عاملاه بالسمنة، حطي بس برضو شوية الزيت دول، هيفرق معاكي في لون المحشي، هيفرق معاكي في فلفلة الرز من جوه الصابع. وانزل بقى ببقية الخضرة بتاعتي. طب انا ما بحبش الكزبرة، ما بحبش البقدونس، الخضرة اللي انت بتحبيها حطيها، بس انا بقولك على اللي انا بعمل بيه. وابتدي بقى اقلب الخلطه دي لما الرز بتاعي يبقى مفلفل وجميل كده ومفهوش خالص ميه، والنار تكون واطيه عليه. في اللحظه دي النور قطع. انا كنت مجهزه مقوره البتنجان والكوسه والفلفل، ما كنتش عامله حاجه تاني الا هما دول، عشان الحاجه تخلص كده في يومها. الف هنا وشفا، بسم الله ما شاء الله. معلقتين الصلصه اللي انا شلتهم حطيتهم على شويه الشوربه. طب دي برضو بتفرق، برضو بتفرق، بس انت جربي بطريقتي ديت، والطريقة دي هتعتمديها على طول وهتنسي الطريقة القديمة بتاعتك. هترصي الرصة بتاعت المحشي زي ما انت شايفاها كده، البتنجان والكوسة والفلفل، وتبتدي تسقي بالكبشة في الأماكن اللي انت شايفاها فاضية. ما تجيبيش الحلة وتغرقي حلة البتنجان والكوسة أو الكرنب أو الورق العنب، لا. ابتدي اسقي زي ما انت شايفة كده، والحشو ما يكونش مليان، تحطيه على نار عالية، وبعد ما ياخد غلوتين يتشرب تروحي موطية النار وتاكلي أحلى محشي بالهنا والشفا.